اعتقد ان الناس كلها سمعت عن العمل الحر وعرفت اهميه العمل الحر، وعرفوا انهم عشان يزودوا الدخل بتاعهم بشكل ذكي لازم يشتغلوا في العمل الحر، لان طبعا الدخل بتاعه بيكون بالدولار، بس مش عارفين يشتغلوا في ايه بالظبط في العمل الحر، ومش عارفين ايه هي المجالات اللي مطلوبه بشكل كبير في سوق العمل الحر. عشان كده زي ما عودتك يا فهيم انا بجيب لك كل المعلومات لحد عندك على الجاهز. النهارده جايب لك اكتر المجالات طلبا في سوق العمل الحر، وهقول لك الناس اللي في المجالات دي بتاخد كام في الشغلانه، وهوريك بعض الشغلانات من موقع ابورك، وهو واحد من اشهر مواقع الفريلانس. وبالمناسبه الاحصائيات والمعلومات اللي هتتذكر في الحلقه بتاعت النهارده اتعملت من مجموعه من الباحثين على موقع ابورك، يعني فعلا كل المجالات اللي هنذكرها النهارده هي اكتر المجالات اللي اتطلبت على موقع ابورك سنه 2023 و2024. فجهز نفسك بقى وحضر مشروب انت بتحبه، بس ما تنساش احنا في القرن ال21، الحق افهمك وحقك تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا فهيم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مره تشوفني فانا بحاول اساعدك انك تحسن من حياتك كل يوم وبصوره مستمره. فلو انت مهتم بالمحتوى اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار لما ننزل فيديو جديد. ولو انت من الفهيمه فسيب قلبك. صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وقبل ما نبدا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان، ربنا يهون عليهم ويفك كربهم ويعديهم من الايام الصعبه، اللهم امين. العمل الحر يا فهيم ببساطه هو انك بتاخد الشغلانه او المشروع من العميل مباشره. العميل ده ممكن يكون شركه او فرد بيكون محتاج خدمه معينه حد يعملها له وياخد عليها مقابل مادي، وانت بتكون محترف في الخدمه دي. فالعميل بيدخل على سوق العمل الحر اللي احنا بنسميه موقع العمل الحر، ويبدا يدور على شخص محترف يعمل له الشغل اللي هو عايزه باعلى جوده، وانت طبعا الشخص المحترف اللي هيعمل له الشغلانه. ففي طريقتين عشان تقدر توصل للعميل بتاعك، اما انت تدور عليه وتبعت له الاوفر بتاعك في المجال اللي انت شغال فيه، او هو اللي يدور عليك ويطلب منك الشغلانه. واول لما توصلوا لبعض بالسلامه بتشوف وصف الشغل اللي هو عايزه، تدرس وصف الشغلانه بشكل كويس جدا عشان تعرف هل انت اصلا هتقدر تشتغل الشغلانه دي ولا لا، ولو تمام بتقول له العرض بتاعك وتتفقوا على سعر على الشغلانه، وبيتم التعاقد ما بينك وما بين العميل، والعادي ده بيكون من الموقع اللي انت شغال عليه. تخلص له الشغلانه وتبعتها له وهو يبعت لك الفلوس بتاعتك، وهو ده معلم ببساطه العمل الحر. ودي السايكل اللي بتاخدها معظم شغلانات العمل الحر. انت تقدر تشتغل اي حاجه على موقع العمل الحر، حرفيا اي حاجه. البدايه بس هي دايما اللي بتكون صعبة، لكن بعد كده والله الدنيا بتمشي. المجالات اللي هتكلم عنها هي اكتر المجالات طلبا في سوق العمل الحر على موقع ابورك لسنتين ورا بعض. واول شغلانه معانا واللي كانت مطلوبه بشكل كبير سنه 2023 هي مستشار الاعمال. مجال الاستشاره عموما صديقي الفهيم هو من اكتر المجالات طلبا عموما على مواقع العمل الحر، والراجل المستشار ده بيكون عنده خبره كبيره في مجال معين، خبره في تشغيل العمل او المشروع، ومحترف في تحديد الاعمال المعقده والمشاكل اللي هتقابل اصحاب الاعمال. بمعنى صح هو الشخص اللي انت بتكون عايز تساله على حاجات عشان تستفاد بيها في شغلك. يعني لو انت واحد عايز تفتح شركه وعايز تعرف شويه حاجات عن التسويق عشان تقدر تعمل خطه تسويقيه وتسوق للمنتجات بتاعتك، فبتطلب استشاره من واحد خبير في التسويق عشان يقدر يديك بلان وبعض النصايح اللي تقدر تمشي عليها عشان تسوق للمنتجات بتاعتك. فانت بتدخل على مواقع العمل الحر زي موقع ابورك او موقع freelancer.com عشان تدور على مستشار في التسويق وتكلمه ويديك الاستشاره اللي انت عايزها وياخد فلوسه وخلاص على كده. اي مجال في الدنيا تقدر تكون مستشار فيه، التسويق، الماليه، الموارد البشريه، البرمجه، اي حاجه. ولكن في بعض الشروط اللي لازم تتوفر فيك عشان تكون مستشار، وهي انه لازم يكون عندك خبره كبيره وسنين من الخبره الكتير في المجال اللي انت عايز تقدم فيه الاستشارات. سنين الخبره بتوصل ل 10 و 15 سنه في نفس المجال عشان تقدر تتسمى مستشار. وفي بعض مواقع العمل الحر زي موقع ابورك لازم تاخد فيه تايتل توب ريتد عشان تقدر تقدم استشارات. يعني مثلا لو انت ويب ديفلوبر وبتعمل مواقع وعملت كذا شغلانه والناس اللي انت بتتعامل معاهم بيدوك تقييمات عاليه، وقعدت فتره شغال في الموقع وبتاخد شغلانات كتير، وبمجرد ما خدت تايتل توب ريتد تقدر وقتها تقدم استشارات في الموقع عن البرمجه والويب ديفلوبمنت. اكيد انت وصل لك الفكره وفهمتها، فتقدر تكون مستشار في اي مجال انت عايزه لمجرد انك عندك الخبره، عشان لما تدي استشاره للناس وتنفعهم بيها هيدوا لك تقييم عالي، وبعدها تقدر تظهر للناس اكتر وتاخد استشارات اكتر، والفلوس اللي بتدخل لك تكون اكتر. والاجر اللي بياخده مستشار الاعمال بيتراوح ما بين $28 ل $98 في الساعه، والارقام دي طبقا لموقع ابورك، وبتعتمد طبعا على مستوى المهاره وخبرتك وتقييمك من العملاء. ونسبه الطلب على شغلانه مستشار الاعمال هتزيد بنسبه 11% في سنه 2031. ودي بعض الامثله من شغل مستشار الاعمال. مثلا ده مستشار من المغرب بيقدم استشارات ماليه، بيدي استشارات في جوجل شيتس وفي اكسل شيتس الخاصه بمجال الماليات، وسعر الساعه بتاعته $50. عمل 106 ساعه و18 شغلانه وخد فيهم اكتر من $7000. اخر شغلانه كان واخدها وقت تصوير الحلقه، والشغلانه كانت انه بيجمع شيتين من شيتات جوجل في بعض
وخد في الشغلانه $30، وغيرهم كتير من مستشارين الاعمال وفي مجالات مختلفه. فانت لما تكون محترف في مجال معين تقدر تقدم استشارات وتاخد عليها مقابل مادي مرضي جدا. المجال اللي بعد كده هو مشتري الاعلانات. عشان شركه تعمل اعلانات للمنتجات اللي بتقدمها او الخدمات بتاعتها بتحتاج تعرف كذا حاجه زي الجمهور المستهدف واماكن ظهور الاعلانات، لان كل منتج او خدمه مكان تعرض عليه الاعلانات. اللي بيحدد لك الاماكن دي وبيظهر لك فيها الاعلانات هو شخص بيتسمى ميديا باير. شركه مثلا بتقدم كورسات اونلاين عايزه تعمل اعلان للخدمات بتاعتها، بتروح لمشتري الاعلانات او الميديا باير بتقول له انا عايز اعمل اعلان للخدمات بتاعتي، فهو بيرشح لهم افضل الاماكن اللي الشركه تعمل فيها اعلان. يعني الشركه بتقدم كورسات، فمش من الافضل انها تعمل اعلان على التلفزيون على قناه اون تايم سبورت، لان الجمهور المستهدف للشركه اللي بتقدم كورسات مش هو اللي قاعد بيتفرج على الماتشات. مشتري الاعلانات بيقول للشركه احنا مثلا هنعمل اعلان عند الفهيم، لان الفهيم بيعمل محتوى عن تطوير الذات وكل الناس اللي بتتفرج عليه مهتمه انها تحسن من حياتها وتاخد كورسات والكلام ده. فالميديا باير بيكلم الفهيم يطلب منه اعلان للشركه اللي بتقدم كورسات، وبيتفقوا مع بعض على سعر الاعلان، وبيعرض الاتفاق على الشركه اللي بتقدم الكورسات، ولو اتفقوا بيتم الاعلان. وهي دي ببساطه شغلانه مشتري الاعلانات. متوسط اجر مشتري الاعلانات بيتراوح ما بين $50 ل $200 في الساعه، على حسب طبعا الخبره بتاعتك وعلى حسب المجال اللي انت شغال فيه. ونسبه الطلب على شغلانه وكلاء الاعلانات متوقع انها تقل بنسبه 8% لسنه 2031. متوقع حوالي انه يكون في 11,000 فرصه عمل لوكلاء الاعلانات او مشتري الاعلانات كل سنه، ودي بعض الطلبات لمشتري الاعلانات على موقع ابورك. واحد طالب اكسبرت ميديا باير عشان يشتغل معاه في شركه التسويق الالكتروني بتاعته، مستعد يدفع له $800 والاعلان نازل من 13 يوم. واعلان تاني واحد مستعد يدفع $100 لمشتري اعلانات على فيسبوك وتيك توك. واحد عايز يدفع $30 في الساعه لمشتري اعلانات على الفيسبوك، وغيرهم كتير من الاعلانات. وفي اعلان تاني لواحد عايز يدفع لحد $5000 عشان مشتري اعلانات ريموتلي، كمان مش هيروح الشركه، هيشتغل من البيت. وغيرهم كتير من الاعلانات. ادخل وخد بصه في الموقع. المجال اللي بعد كده واللي كان الطلب عليه كبير برضه هو مجال التصوير. فوتوغرافر او فيديوغرافر. مجال التصوير عموما صور او فيديو عليه طلب كبير، لكن التصوير فيه مشكله واحده، هو انك لازم تروح بنفسك عشان تاخد الشوتس، وبالتالي مش هتعرف تشتغله من البيت. هتلاقي مثلا الناس اللي منزله على مواقع العمل الحر انها عايزه مصور، هتقول لك ان اللوكيشن بتاع التصوير في دبي او في اي بلد في اوروبا، وانت واحد عايش في مصر فهيكون صعب عليك شويه انك تسافر. في ناس لو المقابل المادي كويس بيكون عندها القدره انها تسافر تخلص الشغلانه وترجع تاني، لكن هو شغل مش هينفع لكل الناس. والاجر بتاع المصورين بيتراوح ما بين $40 ل $100 في الساعه، ونسبة الطلب على الشغلانة دي هتزيد بنسبة 9% في 2031. المصورين بيكون عندهم حس إبداعي في طريقة التصوير وفي النتيجة النهائية اللي هتظهر، وعلى حسب إبداع كل مصور بيكون المقابل المادي أعلى. المجال اللي بعد كده وهو مجال أنا متأكد إن كلكم عارفين إنه أساسي لازم يكون موجود، هو مجال الذكاء الاصطناعي. محترفين الذكاء الاصطناعي بيشتغلوا على فهم وتطوير حلول لتحسين الحياة عن طريق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ماشين ليرنينج أو ديب ليرنينج، طبعا دول أكتر حاجتين بيطلبوا وعشان تشتغل فيهم لازم تدرسهم، لأن مجال الذكاء الاصطناعي مش مهارة سهلة، لكن الطلب عليه يستحق انك تعمل مجهود كبير وتاخد وقت كبير عشان تتعلمه. مطورين الذكاء الاصطناعي من اهم الناس اللي شغاله في الوقت اللي احنا فيه ده، واهميتهم هتزيد مع الوقت لان معظم الشركات دلوقتي دخلت الذكاء الاصطناعي في شغلها، فالمجال ده مهم جدا واهميته هتزيد بشكل كبير. وعلى حسب موقع ابورك كل الشغلانات اللي بالذكاء الاصطناعي الطلب عليهم هيزيد بشكل كبير جدا لدرجه انها توصل ل 31% في سنه 2031. والراجل اللي بيشتغل في مجال تعلم الاله سعر الساعه بتاعته بيتراوح ما بين $25 ل $50. ومهندسين الذكاء الاصطناعي سعر الساعه بتاعتهم بتتراوح ما بين $30 ل $60. والارقام دي انا مش جايبها من دماغي، الارقام دي طبقا لتحليل موقع ابورك للشغلانه دي اخر سنتين، ودي امثله لبعض الناس اللي شغاله في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا تكنيكال الشغل نفسه انا مش عارف فيه، عشان كده مش عارف ايه بالظبط اللي الناس دي عايزاه، لكن في ناس بتدفع بالساعه وبتحدد انها محتاجه شغل مثلا 30 ساعه في الاسبوع، وناس بتدفع مبلغ ثابت. انا بعرض لك كل الكلام ده عشان اثبت لك ان في شغل وان المجالات دي عليها طلب فعلا. والناس اللي بتقول لك ان مجال العمل الحر ده اي كلام، لا مش اي كلام خالص. مواقع العمل الحر اتطورت بشكل كبير جدا عن زمان اول ما طلعت، وبقت قادره انها تحافظ على حقوقك وعلى حقوق الناس اللي انت هتعمل لها الشغل. المجال اللي بعد كده هو محلل البيانات او الداتا اناليسيز. واحده من اهم المجالات في الحياه عموما هي تحليل البيانات. وعشان اثبت لك كلامي، من فتره شركه اندرايف كانت بتمر بظروف وحشه جدا لدرجه انها ما كانتش قادره تنافس في سوق المواصلات. جابت مجموعه من المختصين في تحليل البيانات وبدات تعمل على تحليل البيانات القديمه، بيانات الطرق والازدحام وبيانات الناس اللي عايشين في المكان
وايه اكتر الاوقات اللي بيطلبوا فيها مواصلات، وايه هو السلوك اللي الناس بتكون عايزاه في اللي سايق العربيه، وحللوا كل الحاجات اللي تساعدهم انهم يعرفوا ازاي يعملوا الحاجه اللي المواطن عايزها عشان تساعده في الطرق والمواصلات، لحد ما شركه اندرايف بقت من اكبر شركات المواصلات. فالسبب مش التسويق ولا المبيعات زي معظم الشركات الناجحه ما بتعمل في المجالين دول، السبب كانت تحليل البيانات القديمه اللي وضحت لهم افضل الطرق اللي المفروض يمشوا فيه عشان يوفروا احسن خدمه بافضل سعر. وهي دي يا صديقي الفهيم ببساطه شغلانه محلل البيانات، بياخد جزء معين في الشركه واختصاص معين ويحلل كل البيانات القديمه في الاختصاص ده عشان يحسن الجزء ده من الشركه الفتره الجايه وايه الترند في المستقبل. في حاجه بقى انا مستغربها شويه، وهي على موقع اب وورك قالوا ان متوسط سعر الساعه لمحلل البيانات بتتراوح ما بين ال 20 لل 50 دولار. هو رقم كويس لكن كنت اتوقع ان هو يكون احسن من كده، خصوصا ان قلت لك ان الشغلانه دي مهمه جدا ولا غنى عنها في اي بيزنس ناجح، والطلب على الشغلانه دي هيزيد بنسبه 23% سنه 2031. ودي بعض الاعمال والشغلانات المطلوبه لتحليل البيانات. واحد محتاج محلل جوجل ويعمل له تتبع للاحداث. انا طبعا مش فاهم قوي في تكنيكال الشغل، لكن لما تدخل على الشغلانه هتلاقي كل التفاصيل بتاعتها، وهتلاقي انه يقدر يدفع من 18 ل 55 دولار في الساعه ومحتاج اقل من 30 ساعه، وغيرهم كتير من الشغلانات اللي على المواقع الثانيه. فهو مجال حلو قوي والطلب عليه كبير قوي. المجال اللي بعد كده هو مجال الكوبي رايتر او الكتابه. الكتابه من اهم المجالات اللي بتستخدم في مجالات مختلفه، النشرات الاخباريه ونصوص الاعلانات ورسائل البريد الالكترونيه والمقالات وصناعه المحتوى وغيرهم من المحتويات اللي لازم تتكتب بطريقه احترافيه عشان تشد انجذاب الناس للحاجه المكتوبه. فهو مجال لا يقل اهميه عن باقي مجالات العمل الحر، وانا لمست النقطه دي وانا بحضر الحلقات لاني بحتاج اني امارس الكتابه بشكل كبير في عمليه البحث وعمليه الترتيب وكتابه السكريبت. فالكتابه هي مهاره مهمه قوي ومهاره مش سهله، بتحتاج وقت ومجهود، والنوع ده من مجالات العمل الحر مناسب جدا لاي حد عنده مهارات تواصل قويه وفهم قوي للغه اللي هو بيكتب بيها. فطبعا في ناس قادره انها تكتب مقالات باللغه الانجليزيه وفي باللغه العربيه، ده بيعتمد على العميل اللي بتتعامل معاه وعلى نوع الشغل اللي هو طالبه. وطبعا في كذا برنامج بتستخدمه وانت بتكتب المحتوى زي جوجل دوك وزي ووردبريس. وفقا للمكتب الاحصائي الامريكي ان الطلب على المجال ده هيزيد بنسبه 4% سنه 2031. معدل الربح في شغلانه الكتابه بيتراوح ما بين ال 19 لل 45 دولار في الساعه، وده بيعتمد على نوع المحتوى اللي انت بتكتبه وعلى اللغه بتاعته ونوع العميل والشغلانه وحاجات كتير. لكن هو مجال حلو ولا غنى عنه، ومش هقدر اقول لك هو هيستبدل في المستقبل بالذكاء الاصطناعي او لا، لكن لحد الان الذكاء الاصطناعي هو مساعد في كتابه المحتوى مش اكتر. ودي بعض الامثله للكتابه، ومعظم الاعمال المطلوبه ليها علاقه بكتابه المحتوى الترويجي او التسويق عموما. وطبعا في صناع محتوى بيحتاجوا كوبي رايتر يكتب لهم المحتوى بتاعهم، وغيرهم من الاعمال اللي بتحتاج الشغلانه دي. طبعا في مجالات اكتر من كده بكتير والطلب عليها كبير لسه هنتكلم عنها، ولسه هنعرف بعض النصايح المهمه جدا عشان تكون عامل حر بجانب الوظيفه بتاعتك، وزي انك تختار موقع العمل الحر المناسب ليك وتبني بورتفوليو قوي، وغيرهم من النصايح الكتير اللي هنتكلم عنها. وان شاء الله نفضل مع بعض لحد ما نغير نظرتنا عن سوق الاعمال ونقدر ندخل فلوس من النت وفلوس بالدولار كمان بجانب شغلنا الاساسي او دراستنا الاساسيه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار لما ننزل فيديو جديد. ولو مستعجلين على الحلقه اللي هنكمل فيها المجالات الاكثر ربحا في سوق العمل الحر اكتبوا لي في الكومنتات، ولو لقيت عدد كبير من الناس مستعجل عليها هنزلها الاسبوع الجاي. انا بحبكم في الله، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.